السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ان شاء الله النهاردة كده هنجهز الغدا مع بعض كده بطريقة سهلة وبسيطة وان شاء الله هتعجبكم. واول حاجة بدأت فيها ان انا اسلق اللحمة زي ما انتم شايفين، وطبعا اللحمة انا سلقتها معاكم قبل كده. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه نوع طبيخ جنب اللحمة. وده بقى كده كان غدايا معاكم النهارده. اتمنى بقى لو الفيديو عجبكم ما تبخلوش على لايك للفيديو، كمان تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس للكل عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد وتكوني اول واحده بتشاهدي الفيديو. اشوفكم ان شاء الله باذن الله في فيديو جديد، مع الف سلامه. ودلوقتي بقى جيت كده على العين التانية، هحط الحله حطيت فيها معلقه سمن على حبه زيت زي ما انتم شايفين كده. هنعمل طبيخ ايه النهارده هنشوف مع بعض. خلاص كده السمن داب معايا. هنزل بقى دلوقتي بالبصل المتقطع كده قطع صغيره اهو. هقلب فيه بقى لحد ما يدبل معايا خالص. دلوقتي بقى خلاص البصله احمرت اهو معايا زي ما انتم شايفين كده. خلاص بقى هنزل كده بعصير الطماطم، ومعايا بقى كده الملح بتاعي، ومعايا كمان حبه سكر اهو. طبعا الملح اللي يظبط معاكي كده طعم ايه الطبيخ. معايا كده حبه فلفل اسود مع حبه كمون بساط جدا عشان خاطر ايه لون الطبيخ ما يغمقش معاكي. دلوقتي بقى هغطي كده على الحله وهسيبها كده تاخد غلوتين مع نفسها. خلاص بقى التسبيكه كانت اتسبكت معايا. طبعا المقطع ده ما اتصورش معاكم. طبعا نزلت كده البسله زي ما انتم شايفين. قطعت الجزر قطع صغيره، وكمان البسله قطعتها برده كده فزقتها. وطبعا مش اديتها كده شطفه، واديت برده للجزر كده شطفه زي ما انتم شايفين. وضفت عليهم كده 3 مغارف من الشوربه. طبعا المقطع ده ما اتصورش معاكم لان نسيت اشغل الكاميرا. دلوقتي بقى ايه هسيب كده بقى ايه الحله كده تستوي كده على نار هاديه جدا. ودلوقتي بقى اللحمه بتاعتي كانت دخلت على سوا. دلوقتي بقى هركنها عشان خاطر اعمل الرز. هنا بقى نعمل الرز مع بعض. جيت دلوقتي بقى حطيت هنا كده معلقه سمنه كبيره زي ما انتم شايفين على حبه زيت اهو. خلاص السمن داب والزيت برده اتقدح كده. حطيت معلقه سمن كده على حبه زيت. هبدا بقى ان انا كده اقلب في الشعريه اهو. اقلب فيها بقى لحد ما تحمر معايا خالص. دلوقتي بقى قلبت كده في الشعريه لحد ما خدت كده اللون الذهبي اللي انا عايزاه اهو. هنزل بقى عليها كده بمج ونص رز اهو. طبعا انا غسلته كويس جدا، نقيته الاول وغسلته وصفيته طبعا اهو. اهم حاجه بس تنقيه كويس، لو في زلطه في اي حاجه يتنقى كويس ويتشطف كويس برده. هقلب بقى فيه كده لحد ما يتفلفل معايا خالص. دلوقتي بقى خلاص الرز اتفلفل معايا. هنزل بقى كده بحبه ملح اهو. طبعا الملح اللي يظبط معايا كده الرز اهو. هقلبه برده كده. دلوقتي بقى خلاص قلبت الملح. هضيف بقى كده الشوربه زي ما انتم شايفين اهو. طبعا لازم تضيفي الشوربه كده على الرز بسرعه عشان خاطر الرز ما يعجنش معاكي، ولازم كمان الشوربه بتاعتك تكون سخنه. كده خلاص كويس جدا كده على الرز. هغطيه بقى واسيبه يستوي يتشرب الشوربه بتاعته كده. واول ما يتشربها برده هوريها لكم. خلاص كده بقى هغطي الرز اهو. زي ما انتم شايفين كده كان الرز خلاص اتشرب الشوربه بتاعته. هديله بقى كده تقليبه وهسيبه بقى يكمل سواه كده على نار هاديه خالص.
دلوقتي بقى خلاص كان الرز بتاعي استوى اهو زي ما انتم شايفين. هننزله كده من على النار بقى. دلوقتي بقى خلاص نزلت الرز، هرجع بقى كده للحمه زي ما انتم شايفين. طبعا انا سويتها 3/4 سوا بس من غير ما اضيف لا ملح ولا اي حاجه ولا حتى فلفل اسود وكمون، عشان حتى لو استخدمت الشوربه للرز ما تغمقش معايا. دلوقتي هنزل بقى بالملح ومعايا كمون ومعايا فلفل اسود ومعايا معلقه من بهارات اللحمه اهو. كله ده بقى هنزل بيه كده على اللحمه وهسيبها بقى تكمل سواها خالص اهو. دلوقتي بقى خلاص كانت البسله اهي استوت معايا اهو زي ما انتم شايفين. طبعا انا سويتها على نار هاديه عشان خاطر يجي ميعاد الغدا بتاعنا يكون الغدا برده لسه سخن زي ما انتم شايفين كده. هننزلها برده كده من على النار. هنا برده كانت اللحمه كده استوت بعد ما ضفت لها بقى الملح والفلفل الاسود والكمون والبهارات اللحمه. هنزلها بقى كده من على النار. ويلا بينا نقدم الاكل مع بعض. وده بقى كده كان غدايا معاكم النهارده. اتمنى بقى لو الفيديو عجبكم ما تبخلوش على لايك للفيديو، كمان تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس للكل عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد وتكوني اول واحده بتشاهدي الفيديو. اشوفكم ان شاء الله باذن الله في فيديو جديد. مع الف سلامه.